ازيكم يا اصحابي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الحواوشي مع بعض. الحواوشي باسهل طريقه واجمل طريقه، احسن كمان من بتاعه المحلات. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جبت نص كيلو لحمه مفرومه. دول لازم يكون عليهم نص كيلو بصل مبشور، وبنصفي منه الميه كويس جدا. يعني نص كيلو عليه نص كيلو بصل. وهنا انا جايبه ربع كيلو ليا. اللي هي دي انا مش هبشرها، انا اوقات ببشرها بس انا مش عايزه الدهون، فبعمل ايه؟ بقطع اللي هي ترنشات بسيطه كده وبحطها مع الحواوشي، بحيث لما تعمل ريحه بس كده، وبرميها عادي. وهنا توابل، انا حاطه معلقه ملح، ونص معلقه فلفل اسود، وحاطه هنا بهارات لحمه. لو ما عندكيش بهارات لحمه حطي مكعب مرقه، في مرقه دجاج وفي مرقه لحمه. انا هنا مستعمله مرقه لحمه. هاخد قطعه لحمه وانا فتحت العيش هروح حطها فيها كده بالشكل ده، وافردها جوه الرغيف كله. وبعد ما فردت اللحمه في العيش، اجيب قطع الليه اللي انا عاملاها وادخلها من جواها واحطها كده. انتي بقى لما تيجي تاكلي ممكن تشيلي الليه دي، بس هتعمل طعم وريحه روعه في للحواوشي. وبعد كده شيليها عادي براحتك. هنا انا جبت صاجة الفرن ودهنتها على بسيط جدا، ودهنت العيش من الوش والظهر عشان يتحمر كويس. وكده انا مش محتاجه ان انا احط ورق فويل او ورق زبده او اي حاجه. هو هيستوي جدا وهيبقى طري وهيبقى زي العسل، وهيعجبكم حضراتكم جدا يعني. لو ما عندكيش صاجة الفرن حطيه في اي صينيه او اي صاجه عندك ودخليه على الشبكه. هتلاقي الظهر بتاعه ابتدى يتحمر. اقلبيه على الوش. لو فرضنا وطلع ناشف، هو مش هيطلع ناشف. لو فرضنا وطلع ناشف منك، حطيه في صينيه او في حله وعليها غطا دقيقتين 3، هتلاقيه طري جدا، مش محتاج اي حاجه ومش ناشف. ده الحواوشي بعد ما خلص، شايفين شكله جميل ازاي وطري خالص. هيقعد على الشبكه بالظبط حوالي ربع ساعه. انتي تقلبيه على الوش وعلى الظهر هيطلع محمر. ولو طلع معاكي ناشف حط عليه غطا، في خلال دقيقتين هيبقى طري جدا. اعملي معاه طبق سلطه او سلطه طحينه او سلطه خضراء عادي. ويا رب الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. عقبال كل فيديو. باي باي.